اهلا بحضراتكم في سلسله حلقات طمن معانا. النهارده ان شاء الله هنتكلم على تضخم الغدد الليمفاويه او العقد الليمفاويه. الغدد الليمفاويه دي اصلا جزء من جهاز المناعه بتاعت جسمنا، يعني بتفلتر الجسم من الميكروبات اللي ممكن تخش الجسم. في اماكن للغدد دي بتبقى موجوده محسوسه، زي الغدد اللي موجوده في الرقبه او تحت الابط او في الحوض، وفي غدد تانية غير محسوسه بتبقى داخل التجويف البطني او في الصدر. تضخم الغدد ليه اسباب كتيره قوي، منها اسباب حميده زي العدوى المتكرره، زي العدوى الفيروسيه او العدوى البكتيريه او ايفن العدوى الطفيليه، امراض المناعيه زي مرض الذئبه الحمراء او مرض زي الساركودوزيس. احيانا بيكون سببه ادويه معينه ممكن تعمل تضخم في الغدد الليمفاويه، واحيانا بيبقى اسباب الغدد ده اورام زي امراض اللوكيميا كلها او امراض الليمفوما. الليمفوما دي نوعين، في حاجه اسمها هوجكن ليمفوما وحاجه ثانيه اسمها نون هوجكن ليمفوما. الليمفوما هي من الاورام اللي الناس بتقلق منها، رغم ان هي علاجها بالاضافه للعلاج الموجه الجديد او بالاضافه للعلاج الكيماوي استجابتها كويسه جدا للعلاج الكيماوي زائد العلاج الموجه. مرض الهوجكن ليمفوما ده بيحصل اكتر في السن الصغير في الشباب، وبيكون اعراضه مصاحبه ليه اعراض العرق الغزير زائد ارتفاع درجه الحراره زائد فقدان الوزن. النون هوجكن ليمفوما دي اكتر بتصيب الناس المتقدمين في العمر، انواعها متعدده، في منها انواع شرسه تحتاج لتدخل مبكر، وفي انواع تانية بتكون بطيئه النمو والتكاثر، ودي ممكن تحتاج المتابعه فقط بدون علاج. مع حضراتكم استاذ دكتور عمر غلاب، استاذ امراض الباطنه وامراض الدم، كليه الطب جامعه اسكندريه.